السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وفي افضل الاحوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رحب بجميع مشتركي قناتي اللي معايا من قبل واللي انضموا لي جديد. نقول لكم اهلا وسهلا، نورت القناه. ربي يحفظكم ويخليكم ليا جميع المتتبعات الغاليات. هنا كما راكم تشوفوا البنات، قلت نبدا لكم فيديو، نطلع لكم هكا فيديو خفيف ظريف ان شاء الله يعجبكم. هذه كنا في الصباح، نوض الصباح بكري. حنا كانت 6 صراحة، أنا كما قلت لك بعد راجل خدام هكا نوض 6 مرات 6 قايراش. وهذه نهار الثلج صورت لكم، راكم عارفين نهار اللي صاب الثلج وكنت راح نحط لكم ما حطيتش، ما أنا قلت نزيد عليه الفيديو اللي صورته هو البارح. نورمالمون نحط لكم البارح الجمعة، مي الله غالب ما قدرتش نمنتجو بحكم اني شوي يعني الامانه بنيتي الصغيره شوي مريضه، مي الحمد لله لك يا ربي، يعني الحمد لله على فضله. المهم البنات هنايا قلت نمنتج لكم الفيديو باش نحطه لكم، وهكا نزيد ان شاء الله نمنتج لكم الفيديو اللي صورته لكم اليوم ونحطه لكم. ياك ما راكم تشوفوا البنات، قلت ندير لكم هكا جوله في المنظر تاع الثلج، باش تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك وزد، اللهم اجعله غيثا نافعا يا رب العالمين. قبل ما نبدا الفيديو، بما اني دايره هذه الجوله خفيفه، ننتهز الفرصه وندعو لاهلنا في غزه، ربي ان شاء الله ينصرهم ويقويهم، ربي ان شاء الله يرفع عليهم البلاء، هم واهلنا في السودان واهلنا في جميع البلدان. ربي ان شاء الله يشافي جميع مرضانا ويعافيهم ويرفع البلاء عليهم يا رب العالمين. كما كاينه اخت قالت لكم رفدوا يديكم وادعوا لي، ربي ان شاء الله يشافيني ويعافيني. الاخت كانت طاحت على ظهرها وقالت لكم ادعوا لي ان شاء الله ربي يشافيني لوليداتي. نقول لها ربي ان شاء الله يشافيك ويعافيك ويشافي جميع مريض ويعافيه ويرفد البلاء عليه. كما فاني كاين اخت قالت لكم ادعوا لي ان شاء الله ربي يرزقني بالسكن، راني كاريه. نقول لك اختي ان شاء الله ربي يرزقك ويرزقني ويرزق جميع محتاج سكنه يا رب العالمين، يجعلها عتبه مربوحه علينا كاملين. وثاني كاينه اخت قالت لكم لله تحيه وادعوا لي ان شاء الله ربي يحفظ لي لؤي ووصال، ربي ان شاء الله يحفظك وليداتك، يحفظنا وليداتنا، يحفظ وليدات جميع المؤمنين يا رب العالمين. ان شاء الله في قلبه حاجه ربي ينولها له. وثاني ما ننساش ندعو ان شاء الله ربي يرزق جميع محروم، هي نقولوا المشتاق الذريه، ربي ان شاء الله عمر حجه ويرزق الذريه الصالحه عاجل غير عاجل. المهم يا البنات، هنايا كان راجلي هبط في نهار الثلج هذه، كان هبط كان راح جاب لي كما كنت تشوفوا هنايا، كان صرف لي صرفه خفيفه. هنا كان جاب لي هذا الجلدوش كنت وصيته عليه، وكان جاب لي ثاني هذيك الكيس كما شفتوها، هي مش كيس اللي راها هذيك الحرشه، مي كما شفتوا يا البنات. كان ثاني جاب لي هذيك الغاليه منزل الشعر، وكان راح جاب لي فاني الرند كنت وصيته على بزاف حوايج مي راكم عارفين. قلت لكم الراجل ملي يهبط للبلاد ينسى قاعد. جاب لي فاني ربطه رند، وكان جاب لي فاني كيلو قهوه خضراء باش نقليها لانه كانت قريب تقلالي. وهنا جاب لي هذا الباسكيت، بعد عليكم شفتوا قريب جاتني نوبه قلبيه، كنت موصيته على باسكيت تاع بنات جاب لي هذا. هو قال لي راه فيه هذوك الخطوط تاع البنات، مي انا شفتو قلت له هذا تاع رجال، انا تاع مصارعه حره، مازال لي غير ندخل نلبسو وندخل حلبة المصارعة. المهم صادوا به لاني كان عندي غير حاشا كان كلاكيت كنت نخرج فيها، وكي برد الحال لازم لي هكا باسكيت. المهم وهنا فاني كان الصباح، هذا نضت الصباح صباحة الخميس كما تشوفوا. كنت شربت قهوتي الحمد لله يا ربي، اصبحنا واصبح الملك كله الحمد لله. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا ورد علينا روحنا واذن بشكره. هنا يا البنات كما راكم تشوفوا صورت لكم الصباح كيفاش طلع هنايا. كان الجو هكا معناتها ما نكذبش، البدايه كان طلع سميشه ودفا الحال، وبعدين مع العشوة هكا تقلب وبايته تصب كما عارفين باللي الخميس راكم عارفين واش صار فيه. الحمد لله يا ربي، اللهم اجعله غيثا نافعا يا رب العالمين، ربي يجعله عام الخير علينا، عام الافراح وعام تغير الاحوال الى من الاسوء الى الافضل. حال بنات كما راكم عارفين، انا كل ما نشم ريحه المطر ولا حاجه راكم لازم نروح لهذاك النباتات، وصراحه راني فارس فيهم، حابه نصورهم هكا اكثر من مره لجل باش كون يبسوا هكا ولا يطيحوا، يعني تقعد لي هكا معناتها صور ليهم، تقعد لي هكا فيديوهات ليهم، لان كما لاحظت بداو معناتها يخدموا من جديد. نظن بلي مانيش عارفه اذا كانوا راح يعاودوا يزيدوا كما نقولوا يتفتحوا ولا خلاص. كان يعني غير الصباح اذا كانت شويه 8 قريب هي البكره. كنت فاني جبدت هذا الصدر تاع الدجاج، كنت معوله ندير عشان سوفلي كما قلت لكم. جبت هذيك الصدر تاع الدجاج، قلت هكا باش حطيتها في الفرن هكا باش تطلق تترخف يعني من داك اللي كانت في القلاصه.
يا وخيتكم تروح للكوزينة تحط فيها كما قلت لكم باللي انا ظالي مده مانيش سيقت هذيك السياقه اللي راها هي المره قلت لهم قال برد قلبي. بما انه النهار شوي دافي استغليت الفرصه سخنت الماء وتحطيت كما راكم تشوفوا هنايا البنات. نحك قلب ورب برد قلبي مليح مليح كي نقول لكم. اليوم خرجت فيه كاع قدايدي راكم تشوفوا هنايا ما شاء الله تبارك الرحمن. انا حق قلت لكم باللي نموت على سياق السيماء. خاصة كي تعود هكا ملسة مي هذه الله يبارك حتى وهي شوية حارشة وتتقشر بصح كي تسيق يبان فيها النقة ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك وزيد. تحطيت فيها كما راكم تشوفوا يا البنات هنايا رحت لها هكا نقيتها مليح مليح قلت باش كي في عشية نخدموا في النقا وهنايا قال لك التليفون نروح لهون تقلب كما راكم تشوفوا هنايا البنات وترضخ على راسو ما نحكيلكمش راه قاعد معوق حاكمو شلال نصفي من ديك الطيحه راه شوي قاعد مخلخل رفدتو خبطتو عطيتو ساعته سواسو وقلت له لازم تمشي لازم نكمل الفيديو مادامني بديتو كاع ما تحشليش. تحطيت فيه كما نقول واحد هكا الحمد لله مشالي كملت كما تعرفوا على حياة لمن تنادي. كملت صورت لكم كما راكم تشوفوا وهنايا كنت فاني نقيت هذه البلاصه ما شاء الله تبارك الرحمن كنت قاعدين هنا عقبت عليه ما كانت سياقه خفيفه خفيفه ظريفه. او كما شفتوني كنت فاني سيقت الكوزينه نقيت الحلب ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا كما راكم تشوفوا النقا يولول نقولك محلى النقا لو كان يبقى. كانت فاني عقابي القهوه من الجيح تاعي العظم نقليها قبل وبعدين نسيق لا خيتكم المطروشه راحت بدات قبل سيقت ونقات وبعدين قلات القهوه وما نحكي لكمش على ذاك الضبابه سكتوا بارك. على اساس شهيه نخدم كلش في النقا يا اخي ما كانت للاسف كانت طولت شويه ما نشفت لي وكان لازم نفارس باش لانه كان تابعني العشاء راكم عارفين انا نهار اللي نعول على سوفلي ولا اي حاجه لازم ندير حرب ولازم ثاني نقعد ساعتين وثلاثه لان نبدا بنهارين ولا ثلاثه يا ربي. قبل بديت كما تعرفوا ربعت راسي قبل فنجان قهوه هاك باش نصحصح ويتحلوا عينيا مليح نبدا نخدم. جيت فاني صورت لكم النتيجه كما راكم تشوفوا وجبت هذا الكيلو تاع القهوه. هي من قبل انا قلت له جيب لي رطل نتاع قهوه خضراء وجيب لي رطل تاع القهوه المبرومه او كما نقولوا حنايا كاين اللي يقولها مكركبه كاين اللي يقولها قهوه ارابيستا كاين حنا نقولوا لها مبرومه. هذيك القهوه كما قلت لكم الخضراء دير البناء هكا فيها البناء ما شاء الله مي ما تخثرش. اما المبرومه لا تخثر هي بنت لاباس بها مي تخثر كي نقلثوها نتحصلوا على البناء وعلى الخثاره. جبت كاسكاسي بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي لا ما تقليش في القلاي انا عندي القلاي مش ما عنديش القلاي مي الحكم يدي توجعني ما نطيقش هكا القلاي الكيلو يقليه لي على مرتين ثلاثه. يدي ما نقدرش انا نطول نخدم بها الحاجه دوكا المطلوع راني كما قلت لكم اتلهوث فيه على بيها نقلي في الكاسكاس يساعدني لاني نشدو من جهتين يعني نقلي بداية الزوج ونقلي كيلو على ضربه. مرات كما كاسكاس كما هذا كبير يقلي لي كيلو وطل عادي على ضربه فهمتوني البنات وتتحكمي انت يفتح مصو انما نقصي شويه الغاز وبقى راك تقلبي تحمصيها تقلبيها حتى تلحقي اللون اللي تحوسي عليه. انا قلت لكم خيطكم المطروشه رحت قبل تحزمت قاطو فيك شوش مقمق فاني عصبت راسي مليح وجيت هنايا شعلت هذيك الطابونه وتحطيت الكاسكاس هكا باش يسخن مليح وجبت هذاك الكيلو وبديت نقلي فيه نحمص فيه. هنايا كما راكم تشوفوا يا البنات راني فرغته على ضربه يعني ما احتجتش اني نقسمه على مرتين ولا ثلاثه. هذا معناتها سريع كما نقولوا حنايا كتعودي هكا عقبك شغالات الاخرين ما تتعطليش. هنا راك كما تشوفوا البنات نبقى نقلب كما هاك نقلب حتى نتحصل على اللون اللي نحوس عليه يعني العبار تاع القليان اللي راني نحوس عليه راكم تشوفوا يا البنات. فاني ننتهز الفرصه اني نجاوب على الاخوات اللي قالوا لي كاينه اخت سقسيتني على حاجه على وصفه زيت الحليب. انا قبل العام الاول كنت نعاني من الحليب ناقص كانوا ياسر اخوات عطاوني وصفات منها حلوى الترك في الحليب منها حلوى الترك في الياغورت منها جلجلان في الياغورت ومنها ثاني يقولك اكثر حاجه هي الاهم انك تخلي البيبي يرضع يعني هكا ما يتركش كاع الرضاعه يرضع مهما كان حتى يعود ما فيكش الحليب خليه يرضع باش يسرح هذوك المعارك وباش يهبط الحليب. ثاني معلومه كانت قالت لي ما تخرج لانه خلي البيبي يرضع معناتها من جهه واحده
نص ساعة، المهم يحبس ولازم حتى يهبط الحليب ويلحق الحليب اللي يروي. كما تعرفوا بلي البداية يجي حليب هكا مايه وبعدين يجي الحليب الخاطر اللي فيه الفايدة واللي يشبع ويقنعو. كاين ثاني وصفات كما تاع اللي يبيعوا في الاعشاب اللي يبيعوهم في الفارماسي. كاين هذيك خيرات ثاني نفعتني، مشوي قاليه راكم عارفين وقليله، انت تقضى ليه تدار في الحليب وتشرب مقر في الصباح مقر في العشيه في كاس حليب او ياغورت. ثاني كاين هذاك ثاني ربي يقولها فيلي، الحبه هذاك تاع فيلي ثاني مليح اللي فيه الحلبه يزيد. ثاني تطبخ الحلبه وتشربي ثاني مليح. الطبيب انا سمعت الطبيب قال بلي الحلبه ومشروب الحلبة ومشروب اليانسون وشرب الحليب واكل البيض هذون قاع يزيدوا في الحليب. واهم حاجه انه لازم يكون العامل النفسي، كما تعرفوا بلي كيعود العامل النفسي هو يلعب دور. معناتها كتعودي هكا مريحه لازم ما عندكش مشاكل ماكش متقلقه الحليب يهبط. اما كتعودي متقلقه كديري واش ديري كتاكلي عبد كامل ما يهبطلكش الحليب. هذه عن تجربتي الشخصيه. انا دوكا راني نشرب في الماء، نشرب كي توفر الجي، نشرب كي توفر الحليب، نشرب كثر نشرب القهوه حتى هو مش مليحه. لازم ناكل هكا الحوايج السخونه اللي تساعد، مثلا كما الشرابي هكا كما الحوايج اللي فيها لاصوب، كما اي حاجه هكا مايهات تساعد على الحليب. يعني مش ماذا بك ما تعيش حاجه هكا جافه كما نقول بطاطا مقليه ولا حوايج هكا. قولوا فاني الشلاطه تزيد الحليب. المهم وكان الاخت اللي قالت لي اعطيني وصفه للفم، كان زارني ضربوا فيه الهواء. احنا من بكري كي ضربنا الهواء نديروا الماء فاتر معاه فيه شوي ملح ونشلوه. هذه اللي انا عارفه. اما حاجه اخرى سمحي لي خايتي منش عارفه، ما نقدرش ننصحك ثاني بحاجه ديريها وتدور عليك. المهم هنايا البنات كما شفت كنت كملت، كنت قليت القهوه، كنت فاني درت صلحت ديك البلاصه وراكم شفتوا الضبابه في الولاد قريب لي جفت قريب لحقتني ضيقه. المهم هنا كنت كملت وراني خدمتها درتها في البيدون ودرتها هكا باش بعثناهم ثاني مع جارنا ربي يحفظو كثر خير. وكان دها ريحه هنا جابها لنا. وهنايا بديت نوجد باش نخدم السوفلي ونخدم لاصوب تاع الكابويه. اش نحكي لكم انا المهم تقول لحقتني دعوه على الحوايج تاع المملحات بعد ما كنت بروفيسيونال في السوفلي ما نحكي لكمش. من قاصة الدقيقة تاع عام الاول مازلت ما حشمتش. انا نبدا لكم دوكا حتى الحاكم بشوي بشوي. هنا كنت وجدت كان مرا كما تعرفوا، وانا كي تحكمني الحداقه لازم نشك في روحي، لازم الرسمي ونعرفها نشم ريحتها، لازم نعرف بلي راح ندير ديق. البنات هنا بديت بسم الله، بديت بالخضره نقيتها وجدتها. كنت وجدت فاني المقله باش انا نخدم الحشو تاع السوفلي. جبت هذيك الكابويه هكا كنت درتها تشوي هكا باش تساعدني في كنعود هكا التنجر تساعدني يعني ثم تتنجر. كنت شفت هذه الطريقه كانت دارتها واحده من الاقواط ربي يحفظها. شفتها هكا دارتها قلت والله مقله جربتها ولقيتها ما شاء الله، يعني فكره ما شاء الله تساعدك خير. كما تعرفوا باللي القشره تاع الكابويه قاسيه، كاين اللي طول ما تخدمها، كاين حتى اللي تعقب ليه الموس يجرح في يدو من كثر ما هي قاسيه في التنقي. هذيك سهلتها عليا ما شاء الله، ولا الموس يجري جري فيه. هنا كما تعرفوا جبت ندير لاصوب. انا للامانه اول مره نديره كنت هكا دارحه لانه ما عنديش براميكسور. انا نحب الحريره ونحب هكا لاصوب هكا تاع الخضره، يعني الحريره تاع الخضره، بصح كانت مدرحتني فكره انه ما عنديش فاش نرحيه. جبت هذيك الريحه كما هذه اللي تشوف فيها وقلت نجرب فيها، يعني نرحيها اكثر من مره بالك ترجع لي. المهم هنا يا البنات كنت درت زرونديه وكنت درت بطاطا وكنت درت الكابويه وكنت درت فاني هكا صاق تاع دجاج. حنا نقولوا قطعه تاع دجاج، حنا نقولوا له صاق، كاين اللي يقول لك طرف تاع دجاج. هنا فاني درت توابل ودرت باطا جامبو ودرت اللي كاينه عندي تاع الزبده هي ندير مقرف من درت الكاهنه لانه كانت ما عنديش ياسر. درت شويه زيت وقليت كما كنت تعرفوا يا البنات راكم عارفين ما كاش اللي ما يعرفش هذيك الحريره لاصوب. وانا زدتها هي الوصفه اللي شفتها ما كانتش فيها الكورجيت، مي انا زدت الكورجيت هكا قلت باش تعطيها بنه وباش تفني تساعدها في القوام. هنا فاني كنت رحيت هذيك الصدره تاع الدجاج رحيتها بالتوابل كاملين مع الثوم مع البصل، وكنت رحيت كرفشت الزرنديه في الرقيق وكرفشت كما نقول كرفشت الكورجيت في القليط باش يطيبوا مع بعضهم بعض. يعني ما مش كما تعرفوا باللي الكورجيت شوي قاسي على الزرنديه قاسيه شوي على الكورجيت. المهم راني عاد نتلاهوت واش نحكي لكم.
يعني كي لحقت الضربة تاع السفلي خلاص لساني ولا يجري جري. هنايا عنيتي كان المرة الحادقة جيت ندير في الوصفة، هي كنت انا ندير الوصفة تاع العجينة السحرية تاع ام وليد. هي العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن، مي انا راكم عارفين وخيتكم قلت لكم لازم ندير دقيق. رحت جبت هذيك الوصفة درتها، وعلى اساس نورمالمون نخدمها حبات سفلي عادية. انا خدمت حبات سفلي عادية، ومن بعد تفكرت هذه الوصفة درت تاع لينا البرايجية، ام لينا البرايجية اللي ما فيهاش لا بيض لا زبدة. وكما كتشوفوا جات العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن. مي الدقيق راكم عارفين يدي فيها دعوة. البنات هنايا الراجل راه شافني بديت نخدم للسوفلي واش نحكي لكم، شافني مع ديك العجينة رفد اخبط، العينين حمر ادقات تقول فور رايح ينطح، الشعر هذيك شوشة شماغ ذيك طايرة في السماء ومعمرة غير فارينة مقبرة غبار. المهم تقول راني في حلبة المصارعة مع العجينة، هي تخبط وانا نخبط. هي من السيد كمها جاري من الجلفة، راني طليت لقيت السيد داير قبارة وراه. كنت الخلع شافني في ذاك المنظر يقولك دوكا الدور ليا ديري قش السفلي فينا حنا وتحشينا دير رجعنا خبيزات محشيين. المهم يا البنات هنا كنت عني جبت هذيك ودرتها خبيزات كما شفت المراه دارت، ودرت هذوك حبات السفلي عملتي طيبتهم. هنا جات النتيجة ما شاء الله. وهن تقول كانوا في العشرية السوداء بعجينهم هاك، تقول راني في افلام الرعب هذا. والسيد درت له هذيك لاصوب تاع الكابويه، ومن بعد تفكرت بلي ما يشتيش الكابويه، وقاعد هنا حاطتها. وشو نقول له هذه يا صوب، يقول لي من وقت انا نشتي لاصوب. نقول له بيون، يقول لي علاه شافتيني شاف مزيده بسيزاريان. عايا حطيتها له، من الحمد لله ربي سترها معايا كلها وسكت حتى هو ما يشتيش الكابويه. المهم هنا يا البنات هذا عشانا الحمد لله النعمه. ان شاء الله نتلاقاو في روتين جديد، وفي امان الحبيبات الغاليات.